مشاهد توثق اعتداء جنود إسرائيليين على عبد الرحمن برقان ابن ال9 أعوام في الخليل. ذهبنا للبحث عنه لمعرفة حقيقة ما جرى. الدخول إلى حيه في البلدة القديمة من مدينة الخليل أشبه بالدخول إلى ثكنة عسكرية، بوابات إلكترونية، عشرات الحواجز، وجنود ومستوطنون في كل مكان. في الطريق التقينا زملاء عبد الرحمن الأطفال الذين يرافقهم يوميا في رحلة العذاب هذه للحصول على جزء يسير من مرق اللحم من تقية سيدنا إبراهيم، فالمرق وما يتسرب معه من لحم هو غذاؤهم الوحيد. ولما وصلنا المكان بدأ عبد الرحمن يروي قصته التي عايشها للمرة الثالثة. كان متخبي له هون واحد عمل حلو لف وروح. وين متخبي لك كان؟ ورجيني. هون قاعد له ورا حيطه هيك، قاعد له وقاعد بيستنى في الطفل هذا. فانا طلت الكاميرا وقعدت اصور، يعني ليش هذا الجندي واقف في هذه الوقفه. عبد الرحمن واصدقاؤه اعادوا امامنا تمثيل الاعتداء، فهذا المشهد بالنسبة إليهم سلوك احتلالي يومي يمارس ضدهم وضد كل من يقطن هذا المكان. وهذا مش أول اعتداء، احنا اصلا حطينا كاميرات لمتطوعين في بيت سالم في المنطقة، لأنه اجت استغاثات كثيرة من سكان المنطقة إنه في اعتداءات على الأطفال. شو ماله هذا إصبعك؟ ضربني الجندي، ما حط له اصبعي دبني على الارض وقام قاعد يعمل لي هيك. ما تبقى للفلسطينيين من منازل في البلدة القديمة تحول إلى مقابر للأحياء، فالترميم ممنوع والبناء مستحيل والحياة تشبه الموت. وعلى بعد 5 أمتار فقط يستمتع المستوطنون في حدائق خضراء كانت ساحة للحرم الإبراهيمي الشريف، وبالقرب من حاوية القمامة التي يلقيها المستوطنون وجنود الاحتلال. يكفي هذه الطفلة أن تشاهد بعينيها متعة أطفال المستوطنين في مكان كان إلى وقت قريب فلسطينيا بامتياز. من الجزء المحتل في البلدة القديمة من الخليل، خالد القاسم، العربية.